السلام عليكم اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما عودناكم الاخبار الجديده والحصريه والمستجدات حول كل ما هو مغربي. نقدم لكم ابرز العناوين. الخبر الاول الذي معنا وهو حول فوز المغرب بلقب بطل العالم في فنون الطهي. وكذلك معنا خبر آخر حول دورة اتحاد شمال إفريقيا التي سيلعب بها المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة، وسنعطي التفاصيل في هذا الشأن. إذا قبل ما ندخل التفاصيل، إخوتي أخواتي، ما تنسوش الاشتراك في قناة بالفاسبور، كذلك يعني زر التنبيهات، الضغط على زر التنبيهات وتفعلوا الجرس. كذلك ما تنسوش اللايك والإعجاب أحبتي في الله. إذا أول خبر معنا وحول فوز المغرب بلقب بطل العالم في فنون الطبخ والطهي، بحيث أن المغرب توج بلقب بطل العالم في فنون الطهي لسنة 2022 في مسابقة جمعت يعني طباخين وطهاة من 35 دولة. يعني 35 دولة اللي كانت مشاركة في هاد البطولة. وهاد البطولة كانت في يعني دولة تونس، بالضبط في مدينة حمامات التونسية. المغرب فاز، أو المغرب بكل صراحة حصد، هذا هو العنوان اللي خاصنا نديروه، حصد على الأخضر واليابس، بحيث فاز المغرب بتسع ميداليات ذهبية وثماني ميداليات فضية، وهو رقم قياسي، وأسطر على هذه الكلمة، وهو رقم قياسي في جميع يعني دورات هذه البطولة أو النسخ السابقة. كما قلت لكم، فاز بتسع ميداليات ذهبية ثماني ميداليات فضية، وهو رقم قياسي كما أشرنا، لأن باش تحوز على يعني مجموع ديال 17 ميدالية، منها 9 ميداليات ذهبية و8 فضية، فهو أمر يدل على شيء واحد، وهو الطبخ المغربي في الريادة. كاين بعض الجهات الغير المحسوبة، والجهات اللي هكا ولا هكا ولا الله أعلم، اللي نسبت هذا الخبر ليها، وقالت بأن المغرب احتل المركز الأول، فيما احتلت الجزائر المركز عفوا بأن المغرب احتل المركز الثالث، والجزائر احتلت المركز الأول. من أين لكم هذا يا هذا؟ سبحانك عظيم، قال الاشياء التي تخص المغرب ولا اللي كدور غير من جهه المغرب كل شيء نسبوه ليهم. ما عرفتش واش باغي يولوا مغاربه يقولوها لينا، بغا يكونوا شي حاجه اخرى، الله اعلم. اذا نمر الخبر الثاني. الخبر الثاني الذي معنا وهو حول الدوري، يعني دوري اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للفتيات أقل من 20 سنة، بحيث هذا الدوري سيشارك فيه 4 منتخبات فقط، من بينهم المغرب وتونس البلد المنظم، الجزائر والمغرب ثم مصر. يعني 4 دول ستشارك في هذا الدوري، يعني انطلاقا من شهر مارس، وبالضبط في 12 ابتداء من 12 مارس إلى غاية 19 مارس من سنة 2023. إذا هذو هما الأخبار التي كانت معنا. ما كنحاولش، لدينا كثير من الأخبار، وما كنحاولش نكثر في الفيديو باش ما يجيكمش ممل وطويل. إن شاء الله يعني نقدم لكم يعني أخبار ومستجدات في فرصة قادمة إن شاء الله. إذا إلى هنا ينتهي يعني فيديو لهذا اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك ما تنسوناش بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك تعطينا زر الإعجاب واللايك إخواني أخواتي، باش الفيديو يطلع ويوصل لعدد أكبر من الناس. إلى اللقاء في فرصة قادمة.